هل تعتقد أننا سننجح في هذه المغامرة؟ أسامة! 3 أيام في مكان نمشي ونخيم في مكان ما نعرفه. 3 أيام عشنا واحدة من أقوى المغامرات. خيمنا في الوادي وعبرنا أصعب العقبات، وكل مكان يجيك أصعب من الثاني، كل مكان أصعب من الثاني. شفنا أجمل المناظر الطبيعية وتحدينا الجبال. وأهم شيء إنه نجحت المغامرة وتحدينا الجبال. ورجعنا لكم برحلة جديدة ومغامرة جديدة. ومثل ما تشوفوا اليوم الرحلة ما بتكونش بالسيكل، بتكون بالسيارة وبتكون مواصلات. بس مع ذلك الرحلة ما تخلو من المغامرات. إن شاء الله رحلة اليوم بتكون من أقوى المغامرات وأقوى الرحلات المشوقة والممتعة. طبعا الرحلة اليوم بتكون أول شيء إلى المحويت بنمشي مواصلات، وبعدين من المحويت إلى الحديدة بتكون مشي على الأقدام مرورا بوادي سردد، من عيون سردد إلى وادي سردد. طبعا اغلب الناس ما يعرفش عيون سردد، الاغلبيه يعرفوا وادي سردد. يعني لما تجي تقول لهم عيون سردد يقول لك وادي سردد، لا، عيون سردد يعني عفوا وادي سردد هذا الذي هو على طريق الحديده المعروف، يعني وادي سردد اللي على طريق الحديده صنعاء. اما عيون سردد هذا المنبع حق الوادي. تعرفوا وادي سردد صح؟ عيون سردد هذا المنبع، يعني منبع الوادي هو عيون سردد الذي هو في المحويت الذي الآن احنا رايحين له. الآن الرحلة بتبدأ من هناك من العيون، من عيون سردد إلى وادي سردد. تقريبا الرحلة بتاخذ مننا 3 أيام مشي. تخيلوا 3 أيام مشي على الأقدام في الوادي، بعيدا عن ضجيج السيارات وبعيدا عن زحمة المدن. بتكون مشي طبعا الوادي ولا فيه أحد، يعني احنا وحدنا في الوادي، احنا والخيام وعدة التخييم معانا. فان شاء الله بتكون رحله ممتعه، بشارككم الرحله كامله ان شاء الله، بوثقها كامل. اهم شيء لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه. الان بمر اخذ اصحابي اسامه ومحمد القباطي اللي بيشاركونا في الرحله. الان التقيت ببكري. طبعا بكري ما بيجيش معنا الرحله، بس بيوصلنا احنا الفرزه ويرجع السياره. والآن بمر شل محمد وأسامة. ليش شدت السيكل؟ ليش شدت السيكل؟ بنمشي بالسيارة. التقيت بالشباب وتحركنا إلى فرزة باصات المحويت، وسافرنا مع أول باص. وطبعا وصلنا الآن إلى بداية الوادي. الأغراض معانا، ومن هنا يبدأ المشي وتبدأ المغامرة. طبعا كنا بننزل بالتلفريك، لكن التلفريك معطل هذه الفترة، بنضطر ان احنا نمشي من هنا من هذا المكان. شوف اذا التلفريك مش معطل بينزلنا احنا لهناك. شوف هذاك المكان الموقف حق التلفريك. تخيلوا يا جماعه ان احنا كنا نجي من صنعاء بالسياكل، من صنعاء للمحويت بالسياكل، تمام؟ وكنا ننزل الطريق هذه عشان نوصل للعيون. بس انتوا لما تشوفوا العيون احكموا هل المكان يستحق كل هذا التعب ولا لا. وبعد ساعة من المشي تحت حرارة الشمس وصلنا أخيرا إلى العيون. الآن نخلص الكويتشات ونلبس الصنادل حق الماء، لأن احنا بنمشي بين الماء. أشجار خضراء ممتدة للبعيد، وشلال يصب من فوق الجبل، والماء تسقي الأرض برقة وعذوبة. ووصلنا أخيرا إلى المكان. شوف المنظر، بالله عليكم ما يستاهل التعب. هنا لا وجود لضجيج السيارات وصخب المدن، فقط صوت الشلالات وزقزقة العصافير. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا المكان هذا كامل ما فيش إلا إحنا الثلاثة. وطبعا الآن الساعة 5 المغرب، الشمس راحت، والآن بنصلح المخيم. إحنا ما صلحناش من الظهر، لأنه كان البقعة الذي بنخيم فيها كانت شمس قوية، في أماكن فيها ظل وكذا، بس هذه البقعة كان فيها شمس، وهذه البقعة هي أفضل مكان للتخييم، لأنه ما فيش حجار وتحت الخيمة كله تراب. طبعا الآن أنا بجهز المخيم، أسامة ومحمد راحوا يجيبوا الحطب. أمانة يا جماعة، أي شخص يكون يزور مكان حلو ومكان سياحي يكون لف القمامة وراك، والله المكان حرام يعني يتوسخ.
الله بالخير. اليوم الثاني من رحلتنا. شوف أمس وين نمنا وين خيمنا، صورت لكم أمس كل شيء، واليوم بنكمل الرحلة. طبعا من هنا اليوم ما نعرف ولا شيء، ما نعرف الأماكن. نحن دائما لما ننزل نخيم في هذا المكان، فمن بعد هذا المكان ما نعرف، ما قد نزلناه. المكان بيكون جديد علينا مثل ما هو جديد عليكم. طبعا حسب ما بحثت في الخريطة فأتوقع أن احنا بنوصل مثل ما قلت لكم سابقا خلال 3 أيام، وأمس مر علينا يوم، واليوم بيكون يوم. إن شاء الله بنوصل غدا أو بعد بكرة أو بعد بكرة. قبل ما نبدأ الرحلة بعرفكم على راعي رحلة اليوم وراعي الرحلات السابقة. أكيد شفتوا هذا الشعار من قبل، وأكيد قد شفتوا هذا المشروب في فيديوهاتي، مشروب 100 بلس. مشروب 100 بلس يعتبر أفضل مشروب لتعويض السوائل والمعادن الذي يفقدها الجسم وقت التعب والرياضة. اختيارك الأفضل إذا كنت تبحث عن مشروب منعش وخفيف. يتوفر في السوبرات ولدى جورمه يمن، الوكيل الوحيد في اليمن. يلا بسم الله نبدأ الرحلة. اليومين هذه الأخيرة بتكون كلها في الوادي بين الماء. وبدأنا الرحلة في اليوم الثاني وما كنا عارفين حجم المغامرة التي كانت تنتظرنا. أيوة صح، في شيء مهم يا شباب ما شاركتكم، هو الذي هو موضوع التغذية. يعني ايش بناخذ معانا من اكل، ايش بنتغذى وايش بناكل. يعني الحين احنا في الصباح اكلنا شوية تمر، بعد احنا ما فطرنا، بنمشي شوية ونرجع نفطر. طبعا الان الشمس تزيد حرارتها وكل شوية يصعب المشي. كل ما كانت الشمس حارة كل ما كان المشي أصعب، فإحنا جالسين نحاول نمشي بسرعة قبل ما تحمي الشمس، وأول ما يكون ظهر والشمس حامية بنوقف نستريح. المشي تحت حرارة الشمس يستهلك طاقة إضافية ويرهق الجسم، وقد يتسبب بضربة شمس. يا جماعة شوفوا المكان اللي وصلنا له، أعتقد من أفضل الأماكن اللي في الوادي. أيوة صح، نسيت أقول لكم شيء مهم. طبعا هنا الجوال ما تقدر تستخدمه غير كاميرا وإلا كشاف فقط. يعني ما في شبكة، ما فيش انترنت، ما فيش رسائل، ما فيش اتصال. المكان معزول، مقطوع من كل وسائل الاتصال. وبعد مشي 1.5 ساعة لقينا قرية صغيرة ولقينا راعي. شوف هنا في ولد. حذرنا الراعي من العقبات والطريق الخطيرة اللي بنمشي منها. طبعا يا جماعة لقينا شخص كبير عاقل وجالس يشرح لنا عن المكان. هم طبعا عايشين هنا، والمهم سلنا على الطريق ومتى بنوصل. قال لنا تقريبا يومين. المكان هنا يقول لك في مكان سموه حيب، يعني مكان مقطوع الطريق او صعب المشي منه، فاحتمال ان احنا نرجع، وعلى الله ان شاء الله نقدر نمشي. هنا بيتغير كل شيء ويصير اصعب، وتبدأ المغامرة الحقيقية. اضطرينا نمشي في مياه اعمق، وما كنا مدركين لصعوبة الطريق أمامنا. شوفوا يا جماعة هنا المكان صعب المشي فيه، واحتمال أنك تطحس لا بين الماء. فإحنا إيش بنسوي؟ بخرج الأشياء المهمة كاملة من الشنطة الذي أخاف عليها من الماء، وأحطها داخل كيس وأغلق عليها، عشان إذا طحست، إذا اضطريت إن أنا أمشي بين الماء، الأشياء المهمة تكون خلاص في الكيس وبعيدة من الماء. والفيديوهات الجاية بصورها بالكاميرا عشان حتى التلفون بحطه في الكيس. وصلنا لأول عقبة وقررت أعبر منها أول واحد. أخذت الجوالات والأشياء المهمة وربطتها في يدي، لأني بنزل في الماء والتيار قوي جدا وما أعرف إذا كان عميق أو لا. التيار القوي والتوتر قد يسقط أشياءنا المهمة في الماء، ومستحيل تلقاها في هذا المكان. لذلك هي بأمان ما دامت مربوطة في يدي. تعاوننا في نقل الأغراض ونجحنا في العبور من أول عقبة. التعاون بين أعضاء الفريق يجعل كل شيء سهل. يا جماعة شوفوا المكان هذا، تحس انه طبيعي بس كأنه ما يطمنش أبدا. لون الماء الأزرق دليل على أن المكان عميق، والتيار القوي يزيد من صعوبة المشي. وكذا الحمد لله مشينا من الحيد الذي هو أصعب مكان، وصراحة كان
تجربة ممتعة. تقريبا جلسنا نمشي في الحد هذا كم ساعة ونص، يعني تأخرنا كثير لأن المكان كان صعب، وكل مكان يجيك أصعب من الثاني، كل مكان أصعب من الثاني. خرجنا من الحيد وحان الآن وقت الفطور. هنا مثل ما تشوفوا وجبة الفطور ستكون عسل وقشطة وخبز. طبعا الخبز اديناه معنا من صنعاء، يعني من حق أمس، بس يعتبر طري ومغلق في الكيس وبس. في مثل هذه الرحلات دائما نركز على أخذ الغذاء المعلب والخفيف. والآن كملنا نفطر ونرجع نكمل الطريق، والشمس بدأت تصير حارة. كملنا المشي في الوادي تحت حرارة الشمس، وكل شوية نسبح ونبرد على أجسامنا. استمرينا بالمشي إلى العصر وقررنا نخيم. إن شاء الله بنخيم اليوم هنا في هذا المكان. شوف الرمل، بنخيم فوق الرمل، وهذا النهر، على النهر. تخيلوا يا جماعة، الآن إحنا جالسين، جانا واحد راعي من القرية هنا، في قرية قريبة مننا، تمام. يقول لنا لوين رايحين؟ قلنا له رايحين للزفلت، تبغى نركب سيارة. قال لنا أنتم مجانين. قلنا له ليش؟ قال الزفلت بعيد، يعني 5 أيام، يعني من اليوم بنمشي 5 أيام عشان نوصل للزفلت. فصراحة يعني جالنا إحباط، ولكن إن شاء الله بنوصل. حي على الفلاح! الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. طبعا يا جماعة أمس ما صورت لكم في العشاء، أصلا جو إحنا تعبين، نسيت مع الإرهاق والتعب. المهم طبعا العشاء كان عبارة عن جبن وخبز. الصبح كان قشطة وعسل، الغداء تونة، والعشاء جبن وخبز. طبعا إحنا بنشيل حاجات صغيرة وخفيفة. إيش ما كانت، أهم شيء إنها تكون خفيفة وتكون مساحتها قليلة. وأهلا بكم في اليوم الثالث من المغامرة. هذه قرية صغيرة هنا، شكلها قرية الراعي حق أمس اللي جانا في العصر. اليوم الثالث وهدفنا الوحيد نطلع من هذا المكان. طبعا الآن صار لنا ساعتين نمشي، الساعة الآن 8:30، احنا بنمشي من الساعة 6:30 أو من الساعة 6 تقريبا، وللآن ما في أي جديد غير أن الخبز قرب يخلص. بنضطر نغير من الخطة. الطريق أمامنا يحتاج لها 5 أيام، والأكل اللي معانا اليوم 1 فقط. الآن ندور على أقرب طريق يخرجنا إلى أقرب سوق. وبعد ساعة من المشي وصلنا إلى قرية صغيرة، ودلونا على أقرب سوق يبعد عن القرية مسافة 5 ساعات مشي على الأقدام. هنا سنعيش الجزء الأصعب من الرحلة، 5 ساعات من المشي تحت أشعة الشمس الحارقة. الأماكن متشابهة وكأنك تمشي في مكانك. هنا اختبار الصبر الحقيقي. تخيلوا يا جماعة، خرجنا من القرية تقريبا قبل 4 ساعات 5 ساعات كده، وللآن عاد احنا ما وصلنا للمكان هذا اللي يركبوا منه السيارات. المفروض نوصل لمكان اسمه باب اليباس، بعدين من هناك تركب إلى سوق بني منصور. سوق بني منصور هذا بين صنعاء ومناخة الذي هي حراز. بعدها من هناك تلاقي السيارات اللي طالعت من الحديدة تركب إلى صنعاء. لقينا شخص من القرية وكلمنا إن إحنا سايرين إلى سوق بني منصور، فقال لنا إنه في قلاب بيطلع الآن بعد شوية ويأخذنا معه. يعني خلاص انتهى التعب، هنا المحطة الأخيرة، فنستريح ننتظر القلاب وبنكمل معه إلى سوق بني منصور، بعدها إلى صنعاء. وكذا تكون انتهت رحلة 3 أيام من المشي المتواصل. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. وأوعدكم إذا وصل هذا الفيديو إلى 10,000 لايك بسوي رحلة للمكان اللي أنتم تختاروا. ودائما رحلاتنا لا تخلو من المغامرات، ودائما سيكون في تطور في صناعة المحتوى. في أمان الله.